الاهلي ما يتقارنش بحد. الاهلي بيلعب برشلونه وباريس سان جيرمان وريال مدريد، لازم ان العالم العربي كله يعرف كده، يعرف اللي ده الطبيعي بتاع الاهلي. الاهلي المفروض يلعب مع الناس دي. الاهلي ما يلعبش دوري مصري، ما يلعبش افريقيا والكلام. السنه اللي فاتت كان بيتحفل علينا من كل حته. زمالك وسيراميكا الناس دي مش من مستواها يا كابتن. انت هتلعب السنه دي كاس الاتحاد الافريقي، والزمالك هيلعب دوري ابطال افريقيا. كل الناس اصلا اتفرج على الكونفدراليه مش دوري الابطال. الكونفدراليه دلوقتي لا تقلعش الاهلي موجود فيها. تتكلم بجد؟ والله بتكلم بجد فعلا، يعني انا حاسس والسنه اللي فاتت كان ليها قيمه؟ كانش لها اي قيمه خالص. ايه اللي ضاف ايه اللي اتضاف عليها كبطوله؟ قول لي. الاهلي في حته تانية فريسكا. الاهلي ما يتقارنش بحد. الاهلي بيلعب برشلونه وباريس سان جيرمان وريال مدريد، وناس بتحتفل بالدوري في قاعه الياسمين بره على البحر. كابتن ما فيش مقارنه اصلا، هم ما بيتكلموش اصلا عن مقارنه في الكوره عامه. يعني الاهلي يتقارن مع الناس اللي بره دي، زي ما حصل كده، زي ما برشلونه هي اللي بعتت لنا عاوزه تلعبنا، هي اللي عملت كل حاجه، هي اللي استضافتنا، هي اللي شالت كل حاجه في الماتش، بالمعسكر، بكل حاجه. احنا بنلعب كده كاس عالم، يعني ده الطبيعي بتاعنا، اللي احنا هنحتك زي برشلونه، باريس سان جيرمان، ريال مدريد. ده الطبيعي بتاعنا، ده الطبيعي في العالم، ده الطبيعي. لازم ان العالم العربي كله يعرف كده، يعرف اللي ده الطبيعي بتاع الاهلي. ما مش حاجه واو، يعني مش حاجه جامد. ده الاهلي. انت كنت شايف ان الاهلي ممكن في اي وقت يكسب برشلونه ويتعادل معاه؟ عادي عادي، عشان الاهلي اصلا الاهلي المفروض يلعب مع الناس دي. الاهلي ما يلعبش دوري مصري، ما يلعبش افريقيا والكلام. السنه اللي فاتت كان بيتحفل علينا من كل حته. ده طبيعي، ده لازم يحصل. الاهلي مستواه ينزل، ده في الكوره. لكن لا، احنا نبقى مع الناس دي، خلينا مع الناس دي احسن. بلاش وجع القلب والفرق اللي احنا بنلعبها. انت من وجهه نظرك كاهلاوي شايف ان انت لما تلعب في الدوري المصري بعد كده، يعني لما تلعب برشلونه وريال مدريد، باريس سان جيرمان دي، مش عايز ترجع تلعب تاني في الدوري المصري؟ مش عاوز ارجع طبعا، مش عاوز ارجع، عشان انا لعبت كاس عالم، لعبت الناس دي وجربت مع الناس دي، ولعبت ماتشات رسميه مع الناس دي. سيبك بقى من الماتشات الوديه والكلام ده. يعني انا لعبت ماتشات رسميه مع الناس دي، فانا احتكيت معاهم وعرفت مستوايا فين. فانا مستوايا زي الناس دي، مش مستوى بقى لاعب زمالك وسيراميكا الناس دي مش من مستوايا يا كابتن. انت هتلعب السنه دي كاس الاتحاد الافريقي، والزمالك هيلعب دوري ابطال افريقيا. ما عادي برضه. كان لما دخلت الكونفدراليه دلوقتي اديتها قيمه واديتها تسويق، وانا حاسس كل الناس اصلا اتفرج على الكونفدراليه مش دوري الابطال. يعني الكونفدراليه دلوقتي لا تقلعش الاهلي موجود فيها. تتكلم بجد؟ والله بتكلم بجد فعلا، يعني انا حاسس. والسنه اللي فاتت كان ليها قيمه؟ كانش لها اي قيمه خالص. ايه اللي ضاف ايه اللي اتضاف عليها كبطوله؟ قول لي. الاهلي هتوديك فين اما تاخدها؟ الاهلي لما بيخش اي سؤال، هتروح كاس عالم لما تاخدها؟ مش هروح بس يعني انا اديت للبطوله قيمه كبيره قوي يعني، وانا لما اخدها عادي ما عنديش مشكله يعني. انا بسالك سؤال، انت بتقول البطوله بقى ليها قيمه، ايه القيمه اللي ممكن تكون اتضافت؟ ايه اللقب الزياده اللي اتضاف على البطوله؟ الاهلي هو اللي اتضاف، او يعني الاهلي بيدي قيمه لاي حاجه، لاي حاجه في الدنيا الاهلي بيديها قيمه. الاهلي اصلا هو اللي مدي للدوري المصري قيمه. ازاي؟ الاهلي براند عالمي. الاهلي الدنيا كلها عارفاه، مش محتاج اصلا كلام اصلا يعني. الزمالك العالم كله عارفه، العالم العربي كله عارفه. لا كابتن، مفيش مقارنه ما بين الاثنين. الاهلي فارق على الناس دي كلها، فارق على اي فرقه عربيه افريقيه، اي فرق. الاهلي زي ما قلت لك يا كابتن فريسكا، الاهلي قارن مع برشلونه وريال مدريد والفرق دي، باريس سان جيرمان والفرق الاوروبيه الكبيره دي. الاهلي يتقارن مع الناس دي، الاهلي ما يتقارنش مع اي حد في افريقيا ولا وطن عربي ولا اي حاجه. هو خلص خلاص، الاهلي مسابق الناس دي كلها. هتلعب في الدوري بقى؟ ما دي الكارثه. بس انا فرحان، انا مبسوط ان انا هتفرج على اهلي تاني.